بإيجاز أسباب تحصيل الرزق، فلن تخرج أمتنا من أزمة الفقر هذه بالفهلوة ولا بالإضرابات المخربة التي تسفك فيها الدماء والتي تتحطم فيها المحال والسيارات. لن يرفع الفقر بمثل هذا، وأعداؤنا يريدون لبلدنا أن تتحول إلى فوضى، والله لو تحولت مصر إلى فوضى لن يأمن واحد منا على نفسه أو على ولده أو على ابنته. ولتتعلم الأمة مما يدور حولها من واقع مر أليم في العراق أو في أي مكان. فلا نريد أبدا أن نمنح فرصة لأعداء هذا البلد. الإضرابات لن توسع الرزق. هذا التخريب الذي نراه وهذه الدماء التي تسفك لا ترضي ربنا جل وعلا.